اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المطبخ ده كان ذوقه جميل جدا جدا جدا. ده كان النوع ده اسمه كلادنج. هو نوع من الالومنتال، بس ده بيكون مجلفن وشكله حلو خالص، وكمان مع الرخامه السمراء الجلاكسي بتدي منظر حلو. وكمان السعر بتاعه مش غالي قوي بصراحه، يعني انا سالت العروسه كمان على سعره. هقول لكم في اخر الفيديو السعر قد ايه. وهنا بقى المطبخ كان مفتوح. ومش تنسونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والمتابعه على الفيسبوك. مطبخ فتحيه فاروق. والعروسه بقى بدعوه حلوه كده من قلبكم عقبال اولادكم واولادنا كده يا رب جميعا. هنا كان البار والنيش. النيش كان عباره كده عن دولابين، والبار كده في النص، وهنا كانت السفره والصالون. يعني الشقه دي انا كنت واخداها يعني مسلماها على المفتاح. في ناس بتحب ترص الحاجه وهم بقى اللي بيظبطوا الدنيا بعد الرص. بس ده يعني عشان العروسه كانت متجوزه في الزقازيق وكده وبيتهم بعيد، فانا واخده الشقه مسلمه لها كده زي ما انتم شايفين. بس كان ناقص بقى الستاير. انا بتكلم على طول بقول الصنايعيه اللي محيره يعني العرايس وبيصعبوا عليا جدا. مش كان لسه راكب الستار وكده. بصوا هنا بقى رصيت لها بقى الحاجه. ده كان بواقي الايه، القطم وكده، حطيتها لها في الادراج. وما حبيتش اتقل في اللي في الضلف الازاز عشان تدي منظر حلو. وكمان الشمعدان حطيته لها كده على البوفيه. وهنا الادراج. بصوا بقى، حتى وانا برص الازاز في الادراج حطيت يعني الكاسات عكسي. ليه بقى؟ عشان وهي بتفتح الادراج مش في حاجه ايه تتكسر وكده، يكون في امان شويه في حكايه الازاز. وده هنا كانت البولات بتاعه طقم الاكروبال. وهنا الصيني، بقيت الصيني حطيت لها واحده في ضلفه. وده هنا شنطه المعالق. وفي الجهه التانية ده كان طقم العشاء، حطيت لها في البار. وحطيت بقيت هنا طقم الاكروبال كمان تحت مع كاسات كده وكوبايات. وهنا بقى الضفه التانية حطيت هنا طقم كاسات اللي هو ذهبي وفضي. يعني ايه، حاولت انسق كده الالوان مع بعضها. وتحت هنا الاكروبال والفناجين. وهنا كاسات وكوبايات وبولات تحت هنا برضو في الادراج. يعني بصراحه الادراج دي واخده حاجات كتيره جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان الضلف يعني مش كبيره قوي اللي هي الازاز، فرصت لها ده كده. بصراحه كانت حاجه المطبخ كتيره، فمش كان في مكان في المطبخ اللي انا احط الازاز وكده. وهنا السفره. هنا بقى طقم السفره، البونبونيره وطبق الفاكهه والفازه. ده هنا بقى اطقم اللي هو التقديم. ده كان على شكل كده أجنحة كده تلاتة. وده هنا التربو. ده هنا بقى للبصل والبطاطس. هي سيبت كده فاضي. حتى الخزين كانت جايباه وارتص يوميها مع الرص وكده، خزين المطبخ. هنا بقى الميكروويف وغسالة الأطباق والفرن الكهربائي. وهنا خزين المطبخ. بصوا بقى، هنا الزيت، كريم كراميل والقهوة والحلاوة والفشار والشعرية والصلصة والمربى والشاي والسمنة والجبنة. كل الحاجات دي كانت موجودة، هي كانت جايباها. وكمان كانت جايبة لبن. والمنظفات برضو كمان كانت جايباها ورصيناها لها. وهنا تحت هنا في الدرج بقى حطيت لها بقى ايه اطقم الحلل. ده هنا سيراميك. وحطيت الاستانلس. وحطيت كمان اللي هو طقم الرخام اللي هو زي الجرانيت كده، بيكون حاجه حلوه خالص. بصوا بقى انا بجيب لكم الاسماء. ده هنا كان نوعه فريش. وفوق هنا حطيت لها ازاز الميه وطقم الحلل اللي بتاع التلاجة. وانا غسلت الاطباق. كان نوعها بيكو. انا قلت بركز لكم على الحاجات الانواع عشان العرايس اللي بتبقى تسالني وكده. وحطيت صواني ستانلس. وهنا صفيت الاطباق، حطيت لها طقم الملمين فيه وكوبايات للاستخدام. كوبايات من القصيره وكوبايات من الطويله. وكمان اطباق استانلس. والكنك بقى. وطقم التوزيع السيليكون. والصواني الخشب. والطبل الدوار. اللهم صل على النبي. طقم المعالق الذهبي ده تحفه 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 بالحمل بتاعه بصراحه. وحطيت لها هنا بقى تحت كده المصافي الاستانلس، كل الاستانلس مع بعض والاطباق الاستانلس. وكمان كان في طبق كده ومع الغطا بتاعه برضو. وتحت هنا حله البخار والقطاعه ومكنه البتفور. بصوا الطقم ده اللي انا بقول لكم عليه تحفه خالص. ده هنا بقى صواني الفرن اللي هو البورسلين. لا، والكرتونه دي هي ما كانش بتاعت، هي بتاعت الخلاط بس. حطينا فيها بقى السكر والخزين والكلام ده عشان النمل، فحطيته لها فوق وما يجيبش اي حاجه يعني. وده هنا طقم الحلل. وكان معاه كمان صينيه الفرن بتاعته. وهنا علب التخزين وحفظ الطعام. وكمان اللي هو الاطباق البلاستيك دي كان على شكل ورده كده، كان شكله حلو خالص، ورقه شجر. وهنا بقى البوتاجاز كان فريش. هنا بقى شفاط فوق البوتاجاز كده. وهنا بقى اطقم التوابل.
كانت جايبة كذا واحد بصراحة، وكانت جايبة كمان اللي هو المكرونة والشعرية والحاجات دي كلها. بقول لكم الرخامة السمراء بتاعة المطبخ اللي هي الجلاكسي دي بتدي منظر حلو خالص. وهنا صالون الفرن، هنا البايركس والألمونيا والهاند بلندر، وكمان اللي هو الأشكال على شكل قالب، وطاسات للقلي. يعني حاطط لها كل حاجات الفرن مع بعضها. وده هنا كده الرف ده كان صغير كده، حاطط لها فيه كده كوبايات، يبقى يعني ايه عشان تبقى قريبة كده من ايديها، زي ركن القهوة كده، تكون قريبة من الرخامة وفي نفس الوقت الكوبايات تكون قريبة من ايديها. دي هنا حاجات بلاستيك كده فوق، يعني الضلفة دي ما كانتش عريضة، هي بس الرفع ده كده يا دوبك كانت واخدة الحاجة. وده هنا بقى مكان مخصص للصواني والقطاعات والجريل، وحطيت فيه كمان صينية كده ستانلس صغيرة العروسة كانت جايباها. وده هنا درج كده للخزين، كان فيه بقى طحينة وحلاوة طحينية ومخلل، ولبن ومربى واكياس بقى فيها بهارات وفيها حاجات بقى للاكل وكده. يعني هي فضت الحاجات العلب، واللي فاض سابته في الاكياس. ده هنا قطعت خضار اشكال، وصواني البيتزا، وصواني ستانلس، والهون، وتحت كده قلب الكب كيك مع حاجات كمان للتخزين. وهنا بقى المضرب الكهربائي. وهنا كان الخلاطين، هي جايبه واحد عادي وواحد من اللي هو الكبير، وعصرت البرتقال. هنا بقى البقيه، بصوا. ده هنا بقى الخلاط التاني اللي هو الكبير، وترمس شاي، وصينيه كده دهب كان لونها حلو خالص للتقديم، وبرادين ستانلس. وده هنا علب تخزين. وده هنا كمان اللي هو الطبق اللي هو للحلويات بالغطا بتاعه، وطقم كده توزيع بلاستيك بالحامل. ده هنا بقى كان التربو، بس التربو ده انا حطيت لها فيها حاجات. ليه بقى؟ لان هي في مكانين مخصص للخزين وكده، فانا استغليت المكان ده، وسميه كده كده جايبه تربو تاني غير ده، حطيت لها بقى في بقيه الرفاعه، لان بصراحه الرفاعه كانت كتيره والادراج مش كانت واخده، فانا حطيت لها بقيه الرفاع هنا. بسم الله ما شاء الله، جايبه جميع الرفاع حتى المثال. تحت هنا بقى بقيه الخزين، هنا بقى المكرونات. هي بقى جايبه بقى من الطويله والصغيره واللهم صل على النبي اللي هي المكرونه البشاميل اللي هي الاقلام. ده هنا بقى درج الرفايع، حدث بقى ولا حرج في كل الرفايع، القطاعة والعصارة والمساكة والمضرب السيليكون والمعيار. وهنا بقى منظم الأدراج. هنا بقى جميع القطاعات اللي هي الستانلس، والمعالق الخشب. فوق هنا بقى مشابك الغسيل. بصوا بقى كل الأشكال والأحجام، لا الهدوم ولا البطاطين. وهنا كمان درج كده للمعالق ولا المقوار. هنا بقى مريل للمطبخ، بصراحة كانت جايبة مريل كتيرة للمطبخ فوط. وهنا مناديل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وعقبال اولادكم كده يا رب، وابعتوا بقى الفيديو لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص، ويشوفوا بقى ايه اللي ناقصهم ويكملوه، وقولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات. المفروض كنت اعمل ايه وما عملش ايه، كلنا بنستفيد من بعض. وعقبال يا رب كده الفرحة عندكم دايما.